في مشكله بنوته، الحقيقه ان هي استوقفتني انا شخصيا. مشكله كده زي ما بيقولوا كده في السريع يا رضوى. انا مرتبطه بشخص، المفروض ان احنا هنتخطب ونتجوز. هذا الشخص بيطلب مني كتير قوي ان انا اتغير طول الوقت. بيقول لي انا مش عاجبني كذا لازم تتغيري فيه، انا مش عاجبني كذا لازم تتغيري فيه، انا مش عاجبني كذا لازم تتغيري فيه. وبحاول اشتغل على اللي هو بيقوله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، صفة واثنين وثلاثة وعشرة، خصلة واثنين وثلاثة وعشرة، لان انا بحبه، لان انا عايزاه، ولان انا عايزة اتجوزه. لكن الحقيقة ما بقاش فيه سقف للطلبات او سقف للتغيير. طول الوقت عايزني اتغير لدرجة ان انا حسيت ان انا ما بقتش انا، بقيت شخص تاني خالص. محتارة جدا ما بين انه انا ارضي حبيبي علشان اتجوزه او ان انا اكون انا. رأيك ايه؟ الحقيقة ان انا مع التغيير، قرار التغيير، وكلنا ممكن نتغير، لكن قرار التغيير الاول لازم يجي مني انا شخصيا. وفي حاجة اسمها سقف للتغيير، في حاجة اسمها هوية يا حبيبتي. بصيلي، انتي عندك هوية، فانه انا اطور من نفسي او اشتغل على عيوبي ده حاجة، وانه انا اتغير لدرجة انه انا ما بقاش انا دي حاجة تانية خالص. وبصيلي واسمعيني كويس قوي في اللي انا هقوله لك دلوقتي. في شخص مثلا ممكن يشوف مكالماتك الكتير زنانة، وفي شخص ممكن يشوفها اهتمام، انك مهتمة بيه، مهتمة بتفاصيله، مهتمة بيوم. في شخص ممكن يشوف كلمة انت فين او بتعمل ايه خنقة وكتمة نفس او شك. وفي شخص ممكن يشوف ان ده منتهى الحب والاهتمام والخوف. في شخص ممكن يشوف شكلك تخين، وفي شخص ممكن يشوف شكلك كيرفي. في شخص ممكن يشوف صوتك العالي او جنونك بعض الاحيان شغف وحب للحياة. وفي شخص ممكن يشوف ان انتي شخص غير متزن بالمرة، ولا تصلحي ان تكوني زوجة. عين المحب ما بتشوفش عيوب، وعقل المحب يحب العيوب، وقلب المحب يتقبل العيوب. طيب هتسأليني دلوقتي حالا، طب طالما كده هو قاعد ليه او معايا مستمر معايا في العلاقة ليه وبيطلب مني طول الوقت ان انا اتغير او اتطور او اخرج بره الهوية بتاعتي ليه يا رضوى؟ في فرق كبير قوي ما بين ان اكون بحب حد، وان اكون متعودة على حد، وان اكون متعلقة بحد. اللي بيحصل دلوقتي ده مش حب، قد يكون تعلق، وقد يكون تعود، وقد يكون هو شايفك تصلحي زوجة، مش محبة، مش حبيبة. دوري على شخص. لا، ما تدوريش على شخص، هو هيجي لوحده. هيجي واحد يتقبل عيوبك. قد يكون عنده تعليق 2 3 على بعض تفاصيلك اللي انتي لو غيرتيها تتطوري معاه، او علاقتك بيه تتحسن والارتباط يكبر وتتجوزوا حبيبتي. لكن ما تعيشيش في علاقة مع شخص ولا تقبلي انه في شخص يغيرك تماما، يغير شكلك، يغير حياتك، يغير اسلوبك، يغير تربيتك، يغير طريقتك، لانه هو بيحولك لشخص مش انتي، فبالتالي عمره ما هيحبك انتي. هيبقى بيحب الشخص اللي هو غيره، مش انتي. كلنا عندنا عيوب، لكن في حالتك انتي او في العلاقة اللي انتي فيها، انتي مع الشخص الغلط، في المكان الغلط، في التوقيت الغلط. فعليكي ان انتي تغيري المكان وتغيري الشخص. وصدقيني هيجي يوم
ويجيلك الشخص الصح اللي يحب عيوبك ويتقبلها ويحترمها، ولو شايف فيكي عيب قاتل ما يسيبكيش، يحاول بالراحة وببساطة وبأدب وبذوق إنه يقولك حبيبتي اعملي كذا، تعالي نعمل كذا عشان نوصل لكذا. لكن مش لستة طلبات وبعدين في الآخر يا يتجوز يا ما يتجوز وهو يمشي وانت تلاقي نفسك تايهة، لا عارفة ترجعي زي ما كنتي ولا قادرة تتقبلي البني آدم اللي هو أصلا مش انت. ده رأيي بمنتهى الأمانة.